الله. الله. غير أول يوم مدرسة، أول يوم جامعة. يلا مين ننام شوية بس. القول قول الصوارم كي ضمن يا أولاد. المظالم حتى بيبي ماما نرجع ونلبس. خلصنا حسيت ان الفانيلا ديت، ايوه الفانيلا حاسسها الاوتفيت بتاعها حلو. ايه القول قول الصوارم كي تسترد بالمظالم حتى جامعة فوق مزرعة ايه جامعة بقى وحياة رسالة البغي صارت فأين عهد الحواسم المظالم حتى الأراضي يسابوا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي يسابوا رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا حصوننا من جماد سكنى علينا قعدنا هناك 9 الساعة دلوقتي 9 الا ربع. طيب مانجمنت عالي. رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم. يس بادي عملنا اكل، عملنا ميت بريبنج هو از اجينست مي. يلا بينا ميت بريبنج. احلى صباح الفراخ، صباح الدجاج، بيض، أرز. خلاص من النهارده بقى كان جديد يا ولاد من النهارده بقى كان جديد. يا بادي خلاص طالب جامعي، طالب جامعي يوم أول بادي لايت ويت. يلا بينا يا جماعة. احنا عملنا الأكل وعملنا بيض كمان، سلقنا بيض. خلاص هناكل بآخر بيض اهي ونمشي. الساعة دلوقتي 9:05 تقريبا، اتأخرنا للأسف. كام ثانية يعني بإذن الله هنلحق بسرعة. فيلا بينا نطلع ابلكيشن. أكتر بقى بنتكلم على women rights and gender equality. المساواة وبين الجنسين دي تعتبر من أهم الإيشوز اللي موجودة في الهيومن رايتس. طبعا شايفة القاعة واضحة بالنور، دي حاجة لطيفة. وبنشوف هنا هل العالم أو الانترناشونال سيستم أو الانترناشونال كوميونتي هل في ديسكريميشن تمييز ضد المرأة ولا لا؟ هل عندنا سيرفس أو نماذج أو موديل من السيدات اللي قدروا ان هم يكونوا موديل في الريسبونس في المقاومه في ان هم يعملوا نوع من الريفليكشنز على الريستريكشنز او السوسايتي. ونشوف ده مع بعض في السيمستر. بعد كده هنتكلم على تشالنج اوف هيومن رايتس، التحديات اللي بتواجه حقوق الانسان في العالم. زي ايه؟ زي قضيه الريفوجيز اللاجئين في اي مكان دلوقتي. دي تعتبر من اهم التحديات اللي بتواجه تحدي ان هم يقدروا ان هم يعيشوا سيف، يقدروا ان ما يبقاش فيه فيولنس، ما يبقاش فيه عنف. كل دي تعتبر ضد التشالنج. وبرضه الابلكيشن ديجيتال رايتس اند كلايمت جاستس او حتى نعمل كل ملفات عشان نعرف بعد كده احنا بنقول ايه سكشن كذا، عشان بعد كده نبدا بقى جدولنا الانتظام على اكوردنج للجدول المتلفه. خلاص كام طيبين؟ ما تفضوش خالص. هنا ان شاء الله متابعين. طب ما الميكروفون شغال. طب السيستم شغال. اوكي يا جماعه، فينش كده. كانت محاضره واحده بس النهارده وكانت حلوه. عندها برزنتيشن، جابت مبسوطه قوي. برزنتيشن بحب برزنتيشن جدا. اوبا ده برزنتيشن عن غزه، اوكي، او فلسطين بمعنى اصح. فاحنا
هنظبط الدنيا. اوكي ونجو. اوكي انا مبسوط جدا الصراحه مبسوط جدا الصراحه ماشي كفايه دي اتش دي 4K. الصراحه انا مبسوط جدا بالبدايه ديت، بدايه حلوه. الدكتوره سمر ابراهيم هي اللي هتدينا فرصه ان احنا معانا اسبوع نعمل فيه برزنتيشن، وقت قليل الصراحه ان احنا نعمل فيه برزنتيشن واحنا 15 واحد غباوه. بس اظن بنسبه كبيره هنقص منهم ناس يعني. بس هنشوف هنعمل ايه. هنشوف اللي مش هيشتغل هنرميه في الزباله الصراحه. اوكي let's do that baby mama. اوكي يا ولاد تعالوا نتكلم عن حاجه جوسي لوسي خالص اللي هي غزه. اول حاجه مفيش حاجه اسمها غزه، في حاجه اسمها غزه ستريب. غزه ستريب غزه ستريب غزه ستريب ديت اساسا معناها لو هنفصلها لو هنقولها يعني فيزيكلي ايه، لو هنعمل ترانسليشن بالظبط حته غزه يعني فاهمين يعني غزه الحته. غزه ده جزء من فلسطين. فلسطين دي بلد حته كده بوم بلد. بس انا ديت هحطها في البرزنتيشن. اوكي الاكل طلعه ونشوف بقى حلو ولا وحش. اكل عمايل ايديا وحياة عينيا. مش عارف انا الصراحه الرز ما دقتش منه اي بتنجان حرفيا. البتنجان واخد البرجر في حته تانيه. انت عمال تقعد كل شويه تقع ده تقرفينا. ايوه كده. عارف اللون العلبه غريب شويه بس لا ريحه مبشره بالخير شويه. حته تشيكن رز صراحه الرز يملح سنه بسيطه بس غير كده 10/10. الفراخ استوت حلو. الفراخ توب التوب كمان جامد موت يا جدعان. هناكل نظبط كام حاجه للجامعه وبعديها بنسبه كبيره هنرجع تاني الجامعه عشان نعمل حاجه كده عندهم في الاداره، وبعدها نقوم رايحين عند الكمبيوتر عشان نبدا نظبط في البرزنتيشن. كنت بقول خلاص صلاه الظهر تمام هوب ورايحين دلوقتي الجامعه تاني عشان حاجه في الاداره. اوكي هنخلصها وبعدين نروح على الكمبيوتر على طول. نروح هناك نظبط الباوربوينت والحاجه اللي هنعملها نرجع تاني بقى. هنفضل هناك تقريبا لغايه اخر اليوم خلاص. هيبقى في جيم في النص. اوكي يا جماعه وصلنا وعدينا جبنا حاجه حلوه. جبنا اشواجندا. استنى هتبان مقلوبه بس دي اشواجندا. بصوا عامله ازاي. انا كنت استخدمت اشواجندا قبل كده. دي الاشواجندا غريبه قوي ريحتها برضه غريبه. الراجل قال لي اللي في العطار ان هي ما بتطحنش يعني ما عندوش منها مطحون اصلا يعني جايه كده مفيش منها مطحون. ف الفكره في انه انا كان في فتره كده كنت جاي الفتره الوحيده اللي انا جبت فيها فيتامينز اساسا. كنت جايب فيتامين دي فيتامين سي اوميجا 3 وكانت تركيزها عالي كانت شركه ناو وكمان اشواجندا بقى كنت جايب علبتين كل واحد فيهم 60 عشان كان الحاجات اللي معايا تقريبا نفس العدد ده 120 300 شويه في السكه دي. فانا حاولت الصراحه اطحنها بقى. الراجل قال لي ما هي ما بتطحنش وبتاع فانا حاولت وهو كان عنده حق الصراحه. هي في منها يعني في بودره يعني لو عاوزت اشربها زي الشاي كده في اهي عادي. بس انا اساسا الحوار مش عارف انه الاحسن كده ان انا اخدها كده
او حتى لو هغليها وهي عيدان كده، ولا ان انا هو الميكروفون مش شغال كده. الميكروفون شغال، مش عارف بقى الصوت جه ولا لا، بس معلش لو جه ما جاتش خلاص بقى. هو في ايه؟ ماشي المهم، فانا ما اعرفش انه الاحسن، بس عارف مين يمكن يقول لنا انه الاحسن. عارف مين يمكن يقول لنا انه الاحسن، وهو كابتن محمود رفاعي. بس يا رب بس ما يكونش نايم يعني. ماشي ثانية هجيب رقمه وارجع لكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ايه الاخبار يا خالد؟ الحمد لله، ازيك يا كابتن رفاعي، اخبار كوعك؟ الحمد لله. الحمد لله والله. انت كنت نايم؟ اه. لا لا مؤاخذة. لا يا حبيبي. لا مش عارف، انا ما توقعتش انك تبقى نايم دلوقتي العصر الصراحة. طب بقول لك، لا انا عندي سؤال في حاجات كده في اشواجندا وبتاع، لما تصحى بكلمك. ماشي. اوكي ماشي، يلا يلا سلام. كابتن رفاعي نايم. فايه، كنا هنسأله الاشواجندا انهي الاحسن، ديت ولا البودرة؟ لا ديت ولا المكمل، عشان الصراحة لو ديت فوش هجيب دي، عشان ديت الكيلو من ده ب 500. البتاعة التانية هتقعد كده، تقعد معايا مثلا شهر، مثلا يا سيدي قول شهرين، بس هدفع 200 وشوية. صح مش عارف، حاسس ان انا لو فكرت فيها حاسس ان الكبسولات هتبقى اريح واسرع، بس لا يعني حتى لو هضطر انزل لها حلوان فانا هنزل لها حلوان، عشان دي اشواجندا يا باشا، اشواجندا. بص يا جماعه انا جربتها، جامده موت جامده موت جامده موت. دلوقتي هنبدا نشتغل على البرزنتيشن بتاعتنا، وكمان نعمل شويه من كورس التاهيل للكليات الطبيه والجيم، كل ده والجيم كمان. اوه ماي جاد، الجيم لسه الساعه دلوقتي 3 و14 دقيقه. ف هن الجيم هنروح مثلا على 4 وشويه كده، هيبقى حلو، هيبقى جيم حلو، حلو قوي. بعديها نروح ناكل تاني في البيت، ونرجع بقى هناكل تاني. مش عارف صراحة اعمل ايه. الفاضل في ورك، احنا كنا عملنا وركين الصبح، فانا تقريبا في ورك هسيبه لبكره احسن، اكله بكره احسن، وهقضيها بالليل اي حاجة هاكل، اعدي اخد جبنة قريش ولا حاجة من عند امي، زي الفل، كل حاجة زي الفل. اوكي نبدأ نشتغل دلوقتي، ولو عملت حاجة حلوة دي يلا. اوكي يا جماعة، لسه متوضيين، صلي العصر، احنا كلنا تاني، عملنا اكل وكلنا مكرونه وفراخ. كابتن رفاعي رد علينا في تليفون اهو، ماشي اهو. ايه كان بيعمل ايه؟ كنت بكسرها واخد الجدر والفروع اللي فوق الجدر على طول، واغلبها اللي هي ابلعها واغليها في ميه. ماشي ماشي. كابتن رفاعي رد عموما، بصوا قال الملخص يعني، توصل في السماعة، الملخص ان الاتنين نفس الحاجة، الاتنين واحد، بس الفرق ان الكبسولة، ان الاشواجندا المعلبة بس هي كبسولة ومتقاسة، بس ده الفرق بتاعها.
ما هي نفس الحاجة، ودي حاجة جامدة موت، عشان ده معناه ان احنا نعرف نعمل اشواجندا احنا نفسينا، مش محتاجين ندفع ملايين الدولارات. وانا تقريبا عايز اعمل لفة كده اشوف ايه البهارات اللي نعرف نعملها، ايه البهارات اللي نعرف نجيبها، او مش بهارات، ايه الحاجات اللي نعرف نجيبها من العطارة وهي اصلا غالية كفيتامين او كباكجينج وكده، ان انت تجيبها ماكس ماسل او اي حاجه. هي طبعا اسعارهم موجوده يعني، اسعارهم مش اللي هي الملايين، بس فكره ان انت تكون واحد اساسا بالعافيه بتدخل احتياج البروتين وعاوز تجيب مكملات كمان تظبط لك الدنيا او تساعدك في النوم او تساعدك في اي حاجه، حاجات زي دي، حاجات زي كده، ديت ذهب بالنسبه لك، فانت لازم تبقى مركز على حاجه زي كده. اوكي. هعمل بحث حلو فيها يعني، نجرب نشوف هتبقى تمام ولا لا، يلا بينا، تبقى حلو قوي. بس هو في عايز اسمعكم. هو كنت بكسرها جامد يعني، انا لو غليت الخشب اللي معايا دوت هيبقى هو كده اشواجندا عادي. اوكي، ما انا بنسبه كبيره هستخدمه كمطحون كده عشان يقعد معايا فتره اطول، او عشان ايه، يدوب اسرع معايا. بس اوكي حلو، جامد موت. عشان اظن ان انا اغليه دوت واعرف استخلص كل الزيوت وكل حاجه فيها، عاوز بهارات كده حلو. بس تمام ماشي. لسه يا كابتن رفاعي، هذا الفويس في الفلوج، الفويس ده بالظبط. قولوا هاي لكابتن رفاعي. يا كابتن رفاعي، بس الناس تسلم عليه. ادعوا الكابتن رفاعي يا جماعه بالشفاء، كوعه ووجعه. بس جامد موت، جامد موت يا جدعان، جامد موت، مبسوط قوي ان بجد عارف انا شغال. هوبا، عندنا ميتنج الساعة 8:30، الساعة دلوقتي 6:30، احنا الميتنج بتاعنا 8:30، فاضل 19 دقيقة على المغرب، مأخرين العصر، دي حاجة وحشة. هنصلي دلوقتي عصر ونكمل. شديني لك شديني، حولي دايما. شديني لك شديني، حولي. الله أكبر. بسم الله لا اله الا هو. ما خدناش اي حاجه يعني في الصلاه، فلو انتوا، لو اي حد بيتفرج دلوقتي وفي صلاه فايتاك، او في صلاه عزيت وانت لسه قاعد ومصلي، وتعالى اذا كنت صليتش فجر ظهر عصر مغرب عشاء، صليهم قبل ما يتصلوا عليك، خليها في بالك ها. اوكي. معلومه حلوه برضه تاني، نشكر كابتن رفاعي على الفيس بتاع ديت. واللي بيسأل بكام الاشواجندا الكيلو ب 500 جنيه، ده العطار اللي عندي، يمكن انتوا العطارين اللي عندكم تلاقوها اسعار تانية، بس ما اظنش، اظن الحاجات ديت معممه يعني. انا جبت الحبه دول ب 50 مع الحبه اللي طحنتهم هنا، ما حطيتش كتير قوي هنا، نقولوا حبه صغيرين يعني. انا جبت دول كده ب 50 100 جرام.
اوكي، فهيبقوا حلوين يعني، جوسي جدا. ف يلا بينا. هنقعد دلوقتي نكمل مذاكرة لغاية الميتنج، نعمل الميتنج وبعديها نقوم رايحين الجيم. يلا بينا.